السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيخ العطارين. النهاردة هنعمل خلطة من الخلطات يعني النادرة في الطلب شوية، بس بصراحة ليها طعم قوي جدا، مزازة حلوة، ليها أكتر من استخدام. تستخدم في البطاطس المحمرة، الصينية، البهارات، الاندومي، المكرونات. تستخدم في البيتزا الحارة. ممكن استخدمها لو انا ما عنديش حاجه للتتبيل، استخدمها مع الصوصات في تتبيل الفراخ والاستيكات واللحوم بتاعت المشاوي. وهي البهارات المكسيكي. البهارات المكسيكي النهارده عاملها منها 3 خلطات: خلطه العاديه اللي هي لونها فاتح، والحاره، والخضره. خضره. دي ممكن تستخدم زي ما انا قلت بالنسبه للمكرونات والبيتزا والكلام زي كده، بس درجه الحراره كل حاجه ليها ميزه. دي فيها كمون زياده، دي فيها الفلفل الاسود، اسف، دي هنا الفلفل الاسود، وهنا ورق البقدونس والكمون. هنا فيها خلطه تعتبر خلطه كامله، بس بتميزها ان هي مجروشه، طعمها حلو وريحتها حلوه. تعملها في المكان تقلبه، بتديك اريحيه في الاستخدام. بمعنى انا مثلا لما بروح عند العطار بقول له انا عايز بهارات لحم، فبتبقى للحم، للمشاوي، بتبقى للمشاوي والفراخ. لكن دي انا اقدر استخدمها في اكتر من حاجه: قرنبيطه مقليه، بطاطسايه، صينيه بطاطس، حته لحمه، استكايه، فرخه، حته بيتزا. النهارده بنعمل مكرونه مسلوقه ورشينا عليها شويه. ليها استخدامات كتير. تعالوا نعمل المكونات بتاعتها ونعرف كل تكه وكل خلطه بالمكونات بتاعتها، ونرجع لكم مره تانية. بهارات مكسيكي. اول طريقه، احنا النهارده نعمل 3 طرق. اول طريقه: كمون بلدي، ورق كزبره، بابريكا اسباني، زعتر، شطه قرن حاره، طبعا بهارات مكسيكي يعني الحراره كلها، واخيرا الثوم المجفف شرايح. كده دي الخلطه الاولى بالمكونات بتاعتها. ان شاء الله تعالى هنطحنها ونشوف شكلها ايه، ونعمل الطريقه التانية. نطحن ونشوفها بعد الطحن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجة حلوة قوي بجد. دي تتعمل بقى بطاطس، تتعمل على قرنبيط، تتعمل على صينية بطاطس، صينية خضار. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة بالاخر. بعد الطحن بقى ان شاء الله تعالى هنقوم رشين بس عليه شوية ملح ليمون عشان يديني مزازة ويجمع التتبيلة دي كلها على بعضها، تدي طعم حلو. هي لو هي مثلا تخطط الكيلو، احنا ممكن نحط لها حوالي 50 جرام ملح صيني. ده المعيار الطبيعي اللي هو هيئة السلامة والأغذية معترفة بيه، يعني ما بقاش مضر. فلو انت مش عايز تحط ملح ليمون ممكن تحط ملح صيني. الطريقة التانية في عمايل البهارات المكسيكي. هناخد البابريكا الاسباني بس هتكون مدخنة، كزبرة بلدي، كمون بلدي، شطة حارة، فلفل اسود ناعم او نص جرشة، زعتر، وسنة ملح عادي. دي كده الخلطة التانية من البهارات المكسيكي. ده كده شكل البهارات المكسيكي النوع التاني، فاتحة شوية عن الأولانية، يعني دي شكل، واللي احنا صورناها الأول ده شكل تاني.
ريحتها حلوه بس مديه على حاجات، ريحتها حلوه بس مديه على ريحه تانية خالص مختلفه عن الاولانيه. التانية مديه على بابريكا حاره، لكن ده مدي على خضار كده كانك عامل بطاطس مشويه. الخلطتين دول ممكن يستخدموا سواء الفاتحه او الحاره. القرنبيط المقلي، السلطات، المكرونه، البيض المسلوق، بعمل عجه، يعني بحمر بطاطسايه وعايز ارش عليها اعمل لها شكل جديد. الخلطه الثالثه من البهارات المكسيكي او المكسيكي اللاتيني او الامريكي او الكومبليت، كل دي مسميات ليها. دي الخلطه الثالثه: فلفل اسود، كمون بلدي، كزبره بلدي، زعتر اخضر، توم وبصل شرايح، اساسي معانا طبعا الشطه الحاره، شويه الملح الليمون او الملح العادي او الملح الصيني، لو اللي بدل ما هو في نطاق الحدود المعترف بها في المواد الغذائيه ممكن نضيف الملح الصيني وهو 50 جرام او ممكن 40 جرام على الكيلو. شوية روزماري وده على حسب الرغبة، ممكن اضيفه او لا، ماهوش ضمن التركيبة يعني. ورقتين لوري برضو ده مع الاضافات، يبقى الروزماري واللوري من الاضافات الخارجية. دي كده الخلطة بتاعتنا. برضو من ضمن التكات بتاعتها ان هي ما بتبقاش ناعم بودر زي اللي احنا عملناه في الاولانيين، لا دي بتبقى نص جرشة. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها قويه جدا. هي بتبقى بالشكل ده، بتبقى نص مجروشه، يعني البهارات كلها بتبقى تقريبا تحس ان هي واضحه موجوده فيها، اذا كان بذر الشطه، الزعتر، تحس ان كل حاجه موجوده فيها. البهارات دي بتستخدم مع تتبيله الصوصات واللحوم، تتبيله الاستكات، الفراخ برضو ممكن تستخدم، رش على البطاطس، التتبيلات اللي هي الخفيفه زي قرنبيطه، زي شويه مثلا رش على المكرونه. من الحاجات الجميله جدا، ريحتها قويه جدا بجد، فعاله قوي وتنفع في اي حاجه. ممكن نستخدمها كمان في البيتزات، بس البيتزات الحاره، يعني لو حد بيحب البيتزا الحاره تنفع فيها. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا خلطات البهارات المكسيكي او الكومبليت الامريكي او المكسيكي اللاتيني، اكتر من مسمى للبهارات دي. عملنا 3 خلطات، عملنا الخضراء والغامقه الحمراء، وعملنا اللي هي المشكله او نص كسره. حتى احنا لو قربناها للكاميرا هنلاقيها واضحه، كل فيها البذور والمحتوى بتاعها من البقدونس، ورق اللوري، الروزماري وما الى ذلك. قلنا في المقدمه ان هي متعدده الاستخدامات، نقدر نستخدمها في كل حاجه. لو حد محتاج كميه منها متاح، لو حد محتاج وصفه معينه يقدر يكلمنا على الكومنتات نقدر نحضرها له. لو حد محتاج بهارات ميكس اللي هي العبوات الصغيره، مفيش اي مشاكل. ننتظركم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.